الماتيريالز اللي بيستخدموها دي عندها ميموري، عندها ذاكره. يبدا ان الكوتش ده وانت بتجري انه يضيق على رجلك، يتحول شكله او يتغير شكله. لو انت من المواطنين الاشراف اللي قضوا نص عمرهم بيدوروا على مسمار 10 تاه منهم تحت الكنبه، فاحب اقول لك ان انا اجيب لك خبر بنص مليون جنيه. خلاص ما بقاش فيها مسامير، ما بقاش فيها اي حاجه. تخيل كده في مره من المرات انت قابلك على الفيسبوك وانت بتسكرول كده، قابلك منتج كرسي شكله مناسب كويس سعره حلو، فقررت ان انت تطلبه. بعدها بيومين لقيت المندوب يكلمك: ايوه يا فندم الاوردر معايا وتمام. فانت تلقائيا هتروح المندوب عشان تستلم منه الاوردر، فتتفاجئ ان هو بيديك الشحنه في كرتونه صغيره. فانت طالب كرسي، مش منطقي انها تيجي في الكرتونه، ولكن ممكن تقنع نفسك ان هو كرسي بيتجمع بمسامير او حاجه زي كده. فطبعا انت على نار محتاج تشوف الكرسي انت طالبه ده عامل ازاي، فتبدا بكل حماس انك تفتح الكرتونه، ولكن تتفاجئ ان اللي موجود في الكرتونه هو لوح بلاستيك. فطبعا انت مخنوق متضايق عاوز تكلم الشركه تولع فيهم، وبالفعل يحصل: ايوه يا فندم ايه اللي حضراتكم باعتينه ده؟ فرد عليك موظف خدمه العملاء يقول لك: يا فندم لوح بلاستيك ايه؟ حضرتك ما سمعتش عن البروجرامبل ماتيريالز؟ فانت مش فاهم، انت جاي لك لوح بلاستيك، فين يا عم الكرسي بتاعي؟ فين الموظف يقول لك: يا فندم رش عليه ميه. وات؟ فانت ادركت ان دي اشتغاله وان ده حد بيشتغلك، ولكن تسمع في الباك جراوند صوت موظف خدمه العملاء يقول لك: يا فندم انا بجد ما بهزرش، رش عليه ميه. فانت تلقائيا قلت اخده على قد عقله، تمام ارش على ميه. واذا بك اتيت باناء مليء بالماء، وبدات انك انت ترش ميه على اللوح البلاستيك. في لحظه صمت انت مستني، يعني هو لو ما حصلش حاجه انت هتموت بتاع خدمه العملاء. تلاقي البلاستيك بدا واحده واحده انه يتحول ويعمل كرسي. انت خلاص عقلك طار، ده ايه سحر ده ولا ايه؟ فهيجي واحد فيكم يقول لي: يا عم مؤمن طب انت شارب حاجه قبل الحلقه؟ اقول لك والله ابدا، الحوار ملوش علاقه خالص ولا بشرب ولا بارواح. خليني اقول لك القصه. في وقت ليس ببعيد ظهرت ال 3D printing أو الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي عبارة عن ماكينة طباعة ولكن بشكل مهيأ إنها تطبع حاجات 3D، وبيكون موجود فيها بكرة من الماتيريال عبارة عن زي خيوط بلاستيكية كده بتتشكل بشكل ما، وأنت بتديلها الديزاين وبتطلع لك الديزاين 3D. وطبعا زي ما احنا عارفين الدايمنشنز أو ال 3D عبارة عن طول عرض ارتفاع 3 دايمنشنز. ولسه بنقول هادي لأن التكنولوجيا بدأت تبقى مرعبة. ظهرت ال 4D printing. يبدأ واحد يقول لي: لا حول ولا قوة إلا بالله، طب 3D عرفناها طول عرض ارتفاع، خلاص 3 ابعاد، ايه البعد الرابع؟ اقول لك يا صديقي لا تستعجل فالخير آت. كلام مظبوط، انت قلته طول عرض ارتفاع، ولكن هم ضافوا له حاجه بسيطه: الزمن. ال 3 دي يا صديقي هي حاجه بتتعمل من البلاستيك. انت عملت فازه هتفضل فازه لحد ما حفيدك يكسرها، لكن ال 4 دي صايعه شويه. هم بيستخدموا مواد قابله للبرمجه. بمعنى ايه بقى؟ ان الماتيريالز اللي بيستخدموها دي عندها ميموري، عندها ذاكره. يعني انت بتطبع مجسم معين، وبمجرد ما يتعرض لمؤثر خارجي اذا كان بقى حراره، ميه، رطوبه، اي حاجه، يتحول شكله او يتغير شكله. عارف انت السندوتش اللي بيتحول لدهون اول ما انت بتاكله؟ اهي المواد نفس الفكره، متبرمجه جينيا وكيميائيا انها تنفذ امر معين في وقت معين. وده اللي اشتغل عليه العلماء في MIT ميدو غمر انستيتيوتس اوف تكنولوجي. لا ما تصدقش، ده بتاع ماساتشوستس في امريكا، معاهد تكنولوجيا وحركات. واتوقع انها تتوالى الاسئله وحد هيسال: طيب ايش استفادت الامه؟ ايش استفدت انت من هذا السؤال؟ ايش استفدنا جميعا من هذا؟ احرجتنا على ايش استفادت الامه؟ اقول لك لا، استفادت كتير جدا. يعني مثلا السباكه، تخيل كده في ماسوره ميه تحت الارض، واول ما الضغط يزيد عليها الماسوره تبدا انها توسع نفسها اوتوماتيك عشان طبعا ما تنفجرش. طب ولو حصل فيها شرخ، الماسوره نفسها بتحس برطوبه وتبدا انها تلحم وتقفل مكان الشرخ ده اوتوماتيك برضو. الحوار مرعب. اما في الجانب الطبي او في المجال الطبي، بدا ان هم يعملوا دعامات للقلب، لان الدعامات دي بتخش في الشريان وبيكون الشريان صغير جدا، فبيحطوا الدعامه دي في الشريان مثلا، واول ما الدعامه تحس بحراره الجسم تبدا انها تفتح وتفرد نفسها. الامر بسيط. وخد عندك بقى في كل المجالات، يعني مثلا في مجال اللبس ممكن تشتري كوتش معين، يبدا ان الكوتش ده وانت بتجري انه يضيق على رجلك او يمسك على رجلك علشان ما يسيبش منها، او لما تقعد يبدا ان الكوتش ده يفتح شويه علشان يريح رجلك وما يكونش ماسك عليها ورجلك تتنفس. فالحوار غريب وحلو بصراحه. في الواقع يا عزيزي احنا بننهي عصر المواد الصماء او الحاجات اللي ما بتتحركش، هي مجرد شيء ثابت، لعصر المواد اللي بتفهم وبدات تتبرمج، انها بدات اول ما تحس بحاجه معينه تبدا تنفذ المطلوب منها او اللي معموله علشانه. والسؤال اللي هساله لك يا صديقي: لو بقى معاك البرينتر دي تعمل بيها ايه؟ وطبعا مش كل فيديو هفضل اقول لكم اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت شير علشان عيب بصراحه. يلا سلام عليكم.